السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد ورياكشن جديد. طب يا جماعة قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، فعلى زر الجرس تستنوا مننا كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ الرياكشن على طول. رياكشن النهارده ان شاء الله هيكون عن مجموعة تجارب كده، ومنهم برضو المنتوس والكولا. بس قبل ما نبدأ في تحذير ان محدش يعمل الحاجات دي في البيت، او اقل من 18 سنة ما يعملهاش. هو دلوقتي جاب جردل وهيحط فيه المنتوس، هيفضي فيه علبة المنتوس اللي هو جايبها دي، ومع علب كتيرة مش علبة واحدة يعني. هو جاب قعدة حمام مش عارف هيعمل بيها ايه الصراحة، وحط فيها المنتوس كله، حط المنتوس في قعدة الحمام. حاجة مقرفة فعلا. عارف مش عارف هو قصده ايه يعني. هيعمل التجربة في القعدة يعني، وهيفضل كولا في الجردل بعد ما فضاه من المنتوس. المفروض هيفضل شوية اللي حطهم دول في القعدة. هو ما حط الصابون في الفيديو، بس هو عشان الرغوة دي طلع لازم يحط صابون، واكيد حط صابون بس ما جاش في الفيديو ان هو حط صابون يعني. بس اشمعنى في القعدة برضه يعمل التجربة في القعدة يعني. القعدة اصفرت من جوه. جاب ازاز الكولا وعمل زي كاوتشات كده ليها، عاملها زي عربية، وهيبدأ يحط فيها منتوس بطريقة معينة يعني، ويخليها تمشي، يخلي التفاعل يمشيها. حط من فتحها وحط منتوسية وسابها تمشي. شوف هتمشي قد ايه كده. ممشيتش كتير. هو فشل، هيجرب تاني. نجحت دي. هو ممكن تكون نجحت عشان هو رجعها لتحت كده في الأول. العربية خبطت الستاند بتاع الكاميرا. هتبان في الكاميرا دي أكتر، هتلاقي الكاميرا اتهزت العربية خبطت فيها. دلوقتي راح يشوف العربية، كاوتش منها اتفك، الكاوتش التاني لسه لازق فيها يعني. ودلوقتي جاب حزمة أكابريك كده، عاملهم بأستيك، ويعمل منهم دايرة كبيرة كده، ويحط عليهم الكرة اللي بتبقى مليانة كور صغيرة دي، وهيبدأ يولع فيهم أكيد. البالونة اللي برا مش هتستحمل وهتفرقع بسرعة، وبدأ يولع فيها اهو. يا نهار أبيض. الكرة أول ما شمت البالونة، أول ما شمت النار فرقعت، والكور جواها كمان فرقعت وبهدلت الدنيا. المية اللي جواها طلعت برا الكرة الصغيرة. في كور منها سليمة وكور باظت خالص. بس البالونة أول ما شمت النار ولعت. دلوقتي هو تجربة جديدة، جاب عربية وحطها على جذع الشجرة دي، هنشوف هيعمل بيها ايه. هيكسرها بالمرزبة اللي معايا دي. ما فيهاش اصلا، مش هتستحمل، دي بلاستيك كلها يعني مش هيدغدغها. هو مش ناوي يسيبها. لو في طفل ولا حاجة بيتفرج هتلاقيه قاعد زعلان على العربية دلوقتي. العربية لزقت مكانها في الشجرة من كتر اللي خبط عليها. جاب علبة منتو الثانية ويفضيها في الأرض كده في الشارع. مش معنى في الشارع برضو مش فاهم. جاب ازازة كولا فاضية
وازازة الكولا مليانة. حط المنتوس في الكولا الفاضية، وحط والكولا التانية فيها، الازازة التانية فيها كولا، وهيبدأ يرجهم تقريبا على بعض. هو قلبهم وقعد يدوس على الكولا. هي فرقعت بس برضه مش قوي يعني، ما طارتش ولا حاجة. ان الكولا نازلة ببطء شوية، لو كانت نزلت مرة واحدة كانت ممكن تفرقع او حاجة، بس هي الكولا كانت نازلة ببطء على المنتوس. المنتوس كله اتبهدل كده واتفرش في الأرض. جاب برضه حزمة كبريت تانية، وهيعمل رصة زي بتاعة البالونة كده تاني، وهيجرب المرة دي على معجون سنان، على 4 علب، 5 علب. مين يزود تاني؟ ده هما 5 بس، وهيبدأ يولع فيهم. ولع فيهم كلهم، مفيش علب طقت ولا حاجة، أو ممكن شوية لما النار تزيد عليهم يطقوا أو حاجة، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة حصلت يعني. هما اتحرقوا بس برضه مفيش حاجة حصلت. في العلب القريبة للنار بدأ يطلع منها المعجون. المعجون طلع من الجنب، لما داس عليها طلع من الجنب خلاص. ده جيلي بس على شكل دود، مقرف فعلا. هيفرموا في المكنة بتاعت الفرم دي، بتاعت اللحمة. ومش هيطلع هو. شكلها معفن اوي. القرف ده يا عم، مقرفة اوي. هو بيمسكها كده مقرفة اوي. فك المكنة يلاقي اكيد وراها حاجات قد كده. المكنة لزقت من جوه. شكلها وحش جدا. جاب طفاية حريق. يعمل ايه بقى بطفاية الحريق؟ مش فاهم. هو هيفضي طفاية الحريق في المية؟ شكله هيفضيها في المية فعلا. هينزلها تحت ويبدأ يفضيها. هي في الأول طلعت هوا بس مطلعتش دخان ولا التراب اللي بيطلع ده. تاني مرة داس طلعت، عبت المية كلها وطلعت فوق المية كمان. المية طلعت من صندوق الإزاز ده. شكل الدخان حلو أوي أول ما بيدوس كده. شكل الدخان جميل أوي. وهيعملها بقى من فوق دلوقتي. وبتطرطش برضو المية والحاجات اللي على وش المية دي، بس وهي تحت المية أحسن، كانت مديها شكل أجمل من كده. عملت طبقة فوق المية كده عاملة زي العجينة أو الدقيق. دي لون الأقلام ألوان، بس تقريبا مش خشب. أنا متهيألي إن هي مش خشب، حاسس إن هي في الماستر أو حاجة زي كده. مسخن سكينة وهيحطها عليه. هيقسم الأقلام نصين. حلوة. الأقلام كلها ساحت ودخلت على بعضها. هي تقريبا كانت في الماستر فعلا.
الدنيا باظت خالص. السكينة اتبهدلت من الالوان طبعا. بس كده، ودي تكون نهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس واستنوا مننا كل جديد ان شاء الله. ومع السلامة. Here we go.